جايلكوا النهاردة بأكلة الحلة الواحدة اللي مش هتخليكي تقفي في المطبخ كتير، وفي نفس الوقت هتلاقيهم أكلوها وأكلوا صوابعهم ورا. ايه هي بقى الأكلة دي؟ تابعي معايا عشان تعرفي تفاصيلها. أول حاجة بجيب البصلة كده لما تبدأ تدبل كده شوية، هنزل عليها باللحمة واحدة واحدة زي ما هي كده. ولو اللحمة عندك قطع كبيرة قطعيها عشان تستوي بسرعة. عايزه اقول لكم حاجه، انا ده نص كيلو لحمه فعاملاه على يومين، لان ده لومي ومستكه. دي بهارات كبسه لحمه، وحبهان، ورق لورا، وقرنفل. انا بصوا يعني باين، وكاري وكركم اهو. كل ده بنزل بيهم على اللحمه. بشوح في اللحمه. شوحيها حلو يعني، على قد ما تقدري شوحيها، اللي هي تاخد كأن اللحمه كده اخده لسعه كده. وهبدأ اشوح فيهم. انا الصراحة بشوح فيهم لغاية ما الكاتل يخلص. اول ما بيخلص بنزل بالمية عليهم وبظبط الملح بس. باجي هنا بقى بعمل صوص كده جنبها، عشان يعني الناس اللي زينا مش يعني لو في حد زينا مش بنحب ناكل الرز لما يكون جنبيه خضار صوص كده. فجربوا الخضار اللي عندك في البيت حطيه اشويه، بس لو جزر لا، ما تحطيش جزر ولا كوسه. انا حاطه فلفل الوان يعني شريحتين كده منهم، وبصلايه وفلفل اخضر بس. قلت هنا بقى انا كنت لسه صاحيه من النوم، قلت فطار سريع كده كده، عشان انا كده كده هتغدى كمان شويه. ده بعد ما الخضار الشوى في الفرن، قعدت حبه حلوين تمام. هنا بقى انا ضفت مرتين ميه عليه عشان اللحمه تستوي. اللحمه دي تقريبا كانت عجوزه شويه، وحطيت هنا 2 مرقه، ورحت ضايفه دي تالت مره اضيف ميه. انتي ما تحطيش الرز فيها غير لما تتاكدي ان اللحمه شبه مستويه، مش مستويه، لان هي هتكمل سوا كمان مع الرز. تمام. خلصت هنا بقى، قلت اما اروح اكمل الصوص بقى. بقول لكم اعتمدوا الصوص ده جنب اي لحوم او اي فراخ او اي حاجه انتي طبخاها، ومش جنبيها اي بطاطس او اي حاجه تانية. فهنا حطيت عليهم. انا الكبه بتاعتي بايظه، فعملتهم في الخلاط. حطيت خل وتوم وكاتشب ومستردة، وحطيت شويه ميه صغيرين خالص، يعني قيمه نص فنجان القهوه، عشان الخلاط يتضرب، لان انتي لو ضربتيها كده خضار بس مش هيتضرب معاكي. وبقت زي ما انتوا شايفين كده. جبت الطبق بقى وبدأت اغرف اللحمه والرز والصوص، وزي ما انتوا شايفين والله العظيم ريحتها تهبل. جرب.